أنا كتير عالم ما بتعرفني ومني كتير بطلع على السوشيال ميديا، بس اليوم طالع بقضية إنسانية وديجا هيدي القضية حاكين فيها من شهر جولاي لهلا. فهالقضية قضية الفنان عمرو دياب. لأول مرة بقول بصوت عالي للكل يسمعوا انه هالقضية ما خلصت، مع كتير قصص صارت ومفاوضات، والمحامي الاستاذ اشرف كان عم بيدير الموضوع. بكل صراحة وصلنا لتسوية وكتير ضئيلة وقبلنا فيها، وعلى اساس اليوم كان عنا موعد مع اللي كانوا موجودين بالقضية وعم بيتفاوضوا معنا. اليوم كان موعدنا الساعة 4، بيجينا اتصال انه التغى الموعد وما عرفنا شو الاسباب. فلهالسبب هيدا انا باعلى صوتي وصوتي يوصل لكل العالم وللفنان عمرو دياب تنقول له انه نحن بالاساس ما قبضنا حقنا ورضينا حتى بجزء كتير بسيط، بس كرمال هيدا الحق هو حق جون صليبة الله يرحم ترابه، وحق اولادي يلي بعتقد انه من حقهم. لهالسبب هيدا انا بطلب من اللي عم بيسمعني توصل الخبريه للفنان عمرو دياب انه لحد هلا نحن كنا عم نتفاوض على الصلح والمحبه، بس هن ما خلوا صلح. الاداره اللي عنده الاداره الحاليه في شيء مش معروف شو هو. بقى للسبب هيدا انا بقول لاخر كلمه بقولها انه جاي عمرو دياب يغني ويرقص ومبسوط انه اكل حق الفقراء. هيدا مش مقبول، ولا حدا بيقبل انه هيك قضيه ما تخلص بفرح. بس للاسف خلصت بطريقه كتير حزينه، وان شاء الله تكون بعد ما خلصت لانه بعد في وقت. وانا بتشكر كل اللي عم بيسمعني. I grew up in a place where they told you what